لو انت صاحب بيزنس وحاسس ان السوشيال ميديا ما بقتش تجيب نتيجة زي زمان او بتصرف على المحتوى والاعلانات ومش لاقي العائد والنمو اللي كنت متوقعه، فانصحك تتفرج على الفيديو ده لاني هشارك معاك 7 نصايح هتفتح عينك على التحول الحقيقي اللي حصل في منصات السوشيال ميديا، خصوصا مع دخول الذكاء الاصطناعي والزخم اللي حصل من صناع المحتوى والبراندات. واوعدك انك هتخرج من الفيديو ده عارف ازاي تبني استراتيجية للسوشيال ميديا تساعدك تزود مبيعاتك وتحقق أرباح من غير ما تعيش بقية حياتك بتصرف على إعلانات ممولة. أول حاجة لازم تفهمها، السوشيال ميديا اتحولت من متحف عرض لصالة سينما. زمان كان كفاية إنك تعرض صور منتجك بشكل احترافي والناس كانت بتنبهر بالاحترافية دي، بس دلوقتي الموضوع اختلف تماما. الناس مش عايزة تتفرج على منتجات معروضة في فاترينا، الناس عايزة تعيش قصة المنتج، تتعلم منه حاجة جديدة وتشوف ازاي المنتج ده هيبقى جزء من حياتهم وازاي هيحل مشاكلهم اليومية. الستوري تيلينج والقصة بقت أهم بكتير من التجميل والتلميع، عشان كده مع كل محتوى بتعمله لازم تسأل نفسك ايه اللي هيكسبه المشاهد من ورا المحتوى ده. هل هيتعلم حاجة جديدة؟ هل هيسلي وقته ويخليه يحس بحاجة، سواء ضحكة ولا تعاطف ولا إلهام ولا تحفيز؟ وتبتدي تصنع المحتوى بتاعك بالشكل اللي يحقق الهدف ده. والجديد في الموضوع إن مش شرط يكون المحتوى متصور بكاميرا احترافية ولا مونتاج خيالي. دلوقتي المحتوى اللي بيكسب هو المحتوى اللي قريب من حياة الناس اليومية. الفيديوهات اللي بتنتشر دلوقتي على تيك توك وانستجرام من اكبر البراندات، معظمها بكاميرات تليفون. فلازم اول حاجه تعملها انك تحول اي محتوى بتعمله من محتوى بيعي بحت لمحتوى بيشارك الناس حياتها شكلا وموضوعا. تاني نصيحه، البراندات ما بقتش بس في منتجاتها لكن في الناس اللي وراها. الناس دلوقتي مش بتشتري برودكتس، بتشتري بيبول. عايزه تعرف مين اللي بيصنع المنتج ده، ايه قصته وايه قيمه وازاي بيفكر. والبراندات اللي بتخبي نفسها ورا شعارات وصور رسميه بقت تخسر قدام البراندات اللي بتظهر الوجه الانساني بتاعها. عايزك تشوف البراندات الناجحه دلوقتي معظمها بيشارك بيهايند ذا سين، بيظهر الفريق، بيحكي عن التحديات اللي واجهتهم، بيشارك الفشل قبل النجاح. ده اللي بيخلق علاقه حقيقيه مع الجمهور ويخليهم يحسوا ان في ناس فعلا بتفكر فيهم، مش شركه جايه تبيع لهم. لو انت صاحب البراند عايزك تظهر في المحتوى، عايزك تتكلم عن رؤيتك، تشارك رحلتك وتظهر الناس اللي شغالة معاك. ولو انت مش بتحب تظهر نفسك، خلي في وجه تاني من الفريق يمثل البراند بتاعك، لكن لازم يكون فيه هيومن إليمنت واضح. الناس بتتعلق بالناس مش بالشعارات، ولما يحسوا ان في علاقة حقيقية بينهم وبين اصحاب البراند، الولاء والثقة بيتبنوا بشكل طبيعي، والثقة دي هي اللي بتتحول لمبيعات متكررة وعملاء بيرشحوك لغيرهم. تالت نقطة، استخدم الاي اي في تسريع الانتاج وليس الانتاج نفسه. دلوقتي الاي اي موجود في كل حتة ومعظم البراندات بتستخدمه، لكن في فرق كبير بين انك تستخدمه صح وبين انك تستخدمه غلط. لو انت بتستخدم الاي اي عشان يكتب لك كل المحتوى او يعمل لك كل التصاميم من غير اي لمسة انسانية، المحتوى بتاعك هيطلع جينيريك وهيطلع بارد وملوش روح، والجمهور بتاعك هيحس بكده. الناس دلوقتي بقت ذكية جدا وبتعرف تفرق بالمحتوى اللي فيه انسان حقيقي وبين المحتوى اللي كله اي اي. الاستخدام الصح للاي اي هو انك تستخدمه عشان يسرع لك الشغل، يساعدك في الافكار الاوليه، يعمل لك البحث، يديك مسوده تبدا بيها، يحلل لك الداتا بسرعه. لكن في الاخر لازم اللمسه الانسانيه تكون موجوده. الاي اي مثلا ممكن يديك 10 افكار لمحتوى، انت تختار الفكره اللي تناسبك وتضيف عليها خبرتك واسلوبك. او ممكن يكتب لك كابشن، لكن لازم انت تعدل فيه وتضيف صوتك الحقيقي. الفكره ان الاي اي اداه مساعده قويه جدا لكن مش بديل للابداع الانساني. كمان ممكن تخلي استخدامك للاي اي جزء من القصه نفسها، تشارك جمهورك ازاي بتستخدمه عشان تحسن خدمتك او المنتج بتاعك. ده هيوري الناس انك براند مواكب للتكنولوجيا وفي نفس الوقت محافظ على اللمسة الإنسانية. رابع نصيحة، استخدم الاس اي او على السوشيال ميديا عشان تعرف الناس بتدور على ايه. معظم الناس لما بتسمع كلمة اس اي او بتفكر على طول في جوجل، لكن دلوقتي الاس اي او بقى مهم جدا على السوشيال ميديا كمان. الناس بقت بتستخدم انستجرام وتيك توك ويوتيوب كمحركات بحث، بيدوروا على حاجات معينة ومحتاج ان المحتوى بتاعك يظهر لهم. وده بيحصل من خلال ما يعرف باسم Search Experience Optimization، يعني انك تفهم الناس بتبحث عن ايه وتعمل محتوى يجاوب على اسئلتهم واحتياجاتهم. والحاجة المهمة هنا ان الالجوريثم دلوقتي بقت interest based مش بس follower based، يعني المحتوى بتاعك ممكن يوصل لناس مش متابعاك لو كان ليه علاقة باهتماماتهم. عشان كده لازم تعمل بحث على الكلمات والعبارات اللي جمهورك بيستخدمها في البحث، وتبتدي تحطها في الكابشنز وتقولها في الفيديوهات بتاعتك وتستخدمها في التايتلز. مثلا لو انت بتبيع ادوات رياضيه، الناس ممكن تكون بتبحث عن افضل معدات تمارين منزليه او ازاي ابني عضلات من البيت. لو المحتوى بتاعك بيجاوب على الاسئله دي وفي الكلمات دي، هيظهر في نتائج البحث بتاعتهم على السوشيال ميديا.
والجميل ان لما حد يلاقي المحتوى بتاعك من خلال البحث ده معناه انه فعلا مهتم بالموضوع، واحتماليه الشراء بتاعته هتكون اعلى بكتير. فابدا فكر في المحتوى بتاعك على انه اجابات لاسئله جمهورك، وحط الكلمات المفتاحيه بشكل طبيعي في المحتوى عشان تزود فرص ظهورك في البحث. خامس نصيحه، استخدم السوشيال ميديا كمنبر لاكتساب الثقه مش بس للبيع. الناس قبل ما تشتري بتدور على دليل ان المنتج او الخدمه فعلا كويسه، واهم دليل هو الريفيوهات والمعرفه والخبره اللي بتظهر من البراند. السوشيال ميديا دلوقتي هي المكان اللي الناس بتروح له عشان تتاكد من مصداقيتك. فلو الصفحه بتاعتك مليانه بس بوستات بيع، الناس مش هتثق فيك. لازم تشارك محتوى يبين خبرتك، سواء نصايح او معلومات مفيده او اجابات على اسئله شائعه او كيس ستاديز، عشان تثبت انك فاهم في مجالك وتقدم قيمه حقيقيه. ولازم كمان تشارك ريفيوهات العملاء بتوعك، سواء كتابة أو فيديوهات، لأن الناس بتثق في كلام ناس جربت المنتج أكتر ما بتثق في كلامك أنت. وكمان لما ترد على التعليقات والأسئلة بشكل مفيد ومحترم، ده بيبني الثقة أكبر ويخلي الناس تحس إنك فعلا مهتم بيهم مش بس عايز تبيع لهم. سادس نصيحة، ركز على البيع المباشر على السوشيال ميديا وقلل الفريكشن. كل خطوة زيادة بين العميل وبين الشراء بتقلل احتمالية إنه يكمل. فكل ما قللت الخطوات دي كل ما زودت المبيعات بتاعتك. زمان كان الموضوع انك تنشر محتوى، العميل يتفاعل، يدخل على اللينك من على البايو، يروح للموقع، يتصفح، يضيف للكارت، يملى بياناته، يدفع. كل دي خطوات كتير وفريكشن بتضيفه للناس، وممكن الناس تسيبك في اي خطوه. دلوقتي معظم المنصات بتوفر لك طرق بيع مباشره من جوه الابليكيشن نفسه، سواء من الشوببل بوستس او من البرودكت تاجز. فعايزك تستغل الخصائص دي لانها بتقلل الفريكشن وبتخلي عمليه الشراء اسهل واسرع. كمان ممكن تستخدم الستوريز عشان تحط لينكات مباشره وتوجه الناس مباشره لصفحه المنتج بتاعك. الفكرة هنا انك تخلي المسافة بين عجبني المنتج واشتريت المنتج اقصر ما يمكن. سابع نصيحة، كل الفورمات بقى ليها مكان دلوقتي. زمان الريلز كانت هي اللي مسيطرة على الريتش، لكن دلوقتي كل الفورمات بقى ليها مكان على السوشيال ميديا، سواء ريلز ولا كارسل ولا بوست. فلازم تنوع في الفورمات وتراقب الفورمات اللي بتنجح معاك، وتجرب فيديوهات وتجرب صور وتجرب ريلز عشان تشوف جمهورك بيتفاعل معاه اكتر وتبتدي تزود منه. واخر نقطة، عايزك تستخدم الستوريز بشكل استراتيجي عشان تشجع قرار الشراء. الستوريز مش بس انك تنشر صور عشوائيه او بيهايند ذا سين، لازم تستخدمها عشان تخلق فومو او فير اوف ميسنج اوت، وانك كمان تخلق urgency عشان الناس تاخد اكشن بسرعه. هنا ممكن تحط اوفرز محدوده المده، خصومات لفتره قصيره، تقول ان في عندك كميات محدوده من المنتج، او تحط عد تنازلي. كل الحاجات دي بتخلي الناس تحس انها لو ما اشتريتش دلوقتي هتفوت الفرصه. الستوري بتاعتها بتقعد 24 ساعه، فده اصلا بيخلق urgency او بيخلق استعجال طبيعي. فعايزك تستغل الموضوع ده بانك تحط عروض محدوده. فالخلاصه، السوشيال ميديا اتغيرت بشكل جذري ومش هترجع ليه ما كانت عليه. البراندات اللي هتنجح النهارده هي اللي هتفهم ان الموضوع بقى قصص مش منتجات، بقى ناس مش شعارات، بقى ذكاء اصطناعي كمساعد مش كبديل، بقى ظهور في البحث مش بس في الفيد، بقى ثقة مش بس اعلانات، بقى بيع مباشر وانك تلغي اي فريكشن موجودة. لو طبقت الحاجات دي، السوشيال ميديا هتتحول من مجرد قناة تسويقية لماكينة مبيعات حقيقية بتجيب لك عملاء مخلصين وإيرادات مستدامة. عايزك تقولي في التعليقات لو في أي نصيحة نسيناها، أو شايف إن في تحول معين في السوشيال ميديا ما اتكلمتش عنه. ولو محتاج مساعدة في تطبيق الاستراتيجيات دي على البيزنس بتاعك، تقدر تتواصل معايا وهسيب لك الإيميل في الوصف. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناة، والسلام عليكم.